الولد قبل ما ينام حط منبهه بالغلط مقلوب، ولما صحي نص الليل لقى الساعة بتقول 10. ما كانش مصدق وفكر إنه اتأخر على المدرسة زي كل مرة. قام بسرعة لبس هدومه، شال الشنطة وطلع جري بره. أبوه كان صاحي عشان يدخل الحمام، فافتكر إن ابنه رايح الحمام هو كمان. لكن الولد قال له: يا بابا أنت لسه نص نايم، الساعة 10 خلاص. الأب اتفاجئ وما كانش مصدق هو كمان وجرى معاه، وابتدوا هما الاتنين يغسلوا أسنانهم. الصوت صحى أمه، ولما حكوا لها إن الساعة 10 فتحت الستارة لقيت الدنيا لسه ضلمة تمام. الأم بصت على الساعة واكتشفت إن الولد كان حاططها مقلوبة وإنها مش 10، دي كانت الساعة 2 الفجر. أول ما لفت تزعق لهم لقيت الاتنين بسرعة راقدين في السرير بيشخروا. وبسبب اللخبطة دي الولد اتأخر فعلا على المدرسة تاني يوم الصبح. لكن اليوم اللي بعده صحتهم الساعة المنبه، ولما دخلوا الصالة لقوها مليانة منبهات متكومة فوق بعض. قعدوا نص ساعة يطفوا فيهم، ولما خلصوا وقعوا على الكنبة من التعب. في اللحظة دي الولد خرج بهدوء من أوضته، وأهله كانوا فقدوا الأمل فيه خلاص، بس على الأقل راح المدرسة في ميعاده لأول مرة في حياته.